السلام عليكم البنات. اليوم غادي نصوبوا مع ديتنا كيف ما تيبان لكم هذا الكاطو الرائع. فرحوا به وليداتكم وصوبوا لضيافكم حتى المناسبات. ساهل دغيا كيوجد، ما كياخذش منا حتى ساعات المكانات، يكون واجد كيف ما شفتوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيجي رائع. يلا نبداو على بركه الله. الا عندكم المول ديال اكسيون ايوا اجيو هو باش غادي نصوبوا به اليوم. ما عندكمش استعملوا اي نوع المول عندكم، خا يكون يعني مدور ماشي مشكل. هنايا بالنسبه للكريمه انا غنعطيكم الكميه اللي هزات لي، لانني درت كميه ولكن في الاخر كانت خاصني مازال. المهم الكميه اللي هزات لي لهذا المول هذا 350 غرام ديال الماسكاربون مع 300 غرام ديال الكريمه السائله مع 6 المعالق ديال السكر كلاصي اولا السكر سنيده اللي متوفر عندكم. وانا كندير واحد المعلقه كبيره ديال هذا الشوكولاط ديال الدهن. هذا البنات راه دابا متوفر في ليدل، فيه نكهات، كندير نوازيط، كندير القهوه، كندير المهم بزاف، كاين حتى البيض اللي بغيتو اولا شوكولاط عادي ديال الدهن. كنزيدوا معلقه وكنضربوا بلا فيتاس اللي كتكون عاليه حتى كيعقد معنا الخليط على هذا الشكل هذا. كنجيبوا واحد الكاس وكنديروا فيه لابوش ديالنا وكنخويو داك الكريمه وغادي نحطوها جانبا باش ندوزو مباشره، يعني راه ما خفا نزربن كيف ما تيقولوا. هنايا درت الكابوتشينو، تقدروا ديروا غير قهوه يعني سريع الذوبان مع الماء. انا درت الكابوتشينو يعني حليب والقهوه. كنغطس فيها لي بودوع ولا الصبيعات ديال البسكويت ديال الصبيعات على الجهه اللي كتكون ملسه ماشي اللي فيها سنيده، وفاش كنحط الجهه اللي فيها سنيده لتحت والجهه اللي مسقيه الفوق. غادي ندير طبقه ديال الكريمه بحال هكا كيف ما تيبان لكم، كنوزعوها بالتساوي وغادي نقادوها بلا سباتول ولا بمعلقه. المهم خصكم تقادوها باش هكا ما يجوش فيها فراغات من الداخل. مباشره غادي ندردر فوق منها. انا هذا خديته من اكسويل البنات، دقيته وتقدروا تعوضوه باي شوكولاط عندكم ولا هكا مكسرات اولا بلاش. انا درتو هكا باش يعطي واحد القرمشه في الكاطو ديالنا. نفس الطريقه بالنسبه للطبقه الثانيه. البسكوي كنغطسوه على الجهه الملسه وكنحطوه على الجهه اللي هي حرشه، وغادي نوزع الكريمه كيف ما قلت لكم. الكريمه ما قداتنيش هي، فاش عاودت كملت كريمه اخرى صافي. كنقادو داك الكريمه مزيان. هنايا خديت 3 المعالق كبارين ديال زبده اللوتوس، دوبتها في الميكرووندا ولا في حمام مريم وصفيتها وكنخويها مباشره على الكاطو ديالي، يعني ما دخلتوش للثلاجه، ما خليتوش يرتاح ما والو. ولكن هاد الزبده ديال اللوتوس خليوها تدفى، يعني من دوبوها خليوها تكون دافيه باش خويوها ووزعوها بالتساوي. هنا دوب شويه ديال الشوكولاط الابيض، كنديروا خطوط عشوائيه اولا خليو غير الكريمانيت اللي بقات لكم وديروا بها خطوط عشوائيه وكنبقى نشكلو. المهم زين كيبقى اختياري، يعني درت نفس التزيين اللي كنديروا في الميلفي. المهم مشيت بخطوط هكا بالطول ورجعت بهم عاوتاني بالجهه العكسيه ديالتهم. هنا دخلتها للثلاجه غير باش هذاك اللوتوس يقبض في راسو مده ديال 20 دقيقه تقريبا. صافي هنا كندير واحد الموس باش كنحيدو داك الجوانب. كنحيدو المول ديالنا. انا هنا دقيت شويه ديال البسكوي ديال اللوتوس اولا ديروا اي نوع البسكو اولا حتى عندكم اللوز اولا كاوكاو كل كاسي ديروا هكا من الجوانب، تبقى لكم الاختيار. زينوا باللي بغيتو وتيكون هذا هو الشكل ديالها. دغيا كتوجد، يعني ما خداتش مني ساعات المكانه ما كاملاش، كتوجد دغيا وحتى انكم تقدروا تاكلوها يعني مباشره، ما تسوش انكم تحطوها في الثلاجه. كتجي رائعه سهله وكذلك بنينه. بصحتكم ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.